ازيك عامل ايه؟ احنا النهارده جايين نتكلم عن الجامعات الاهليه وحلقه جديده من سلسله ليه ما تدخلش جامعات اهليه. يلا بينا. مش سؤال وبجاوب عليه، ده هو سؤال استنكاري اللي هو ليه ما تدخلش كذا، ده حلوه بتاع كده يعني. يلا نبدا. الجامعات الاهليه هي جامعات زي الجامعات الخاصه كده، بس هي جامعات حكوميه وغير هادفه للربح. هي بتاخد فلوس زي الجامعات الخاصه، فلوس يعني، واقل شويه من الجامعات الخاصه، بس هي بتحط كل الميزانيه بتاعتها دي في الهيئه التعليميه تاني عشان تطورها وتبقى احسن وافضل بكتير من قبل كده. بص، الجامعات عندنا في مصر 3 انواع: جامعه حكوميه ودي كلنا عارفينها طبعا، والجامعات الخاصه وبرضه دي كلنا عارفينها لانها بتبقى جامعات بفلوس غاليه حبتين، والجامعات الاهليه ودي تالت حاجه، وهي عباره عن مميزات الجامعات الخاصه بس هي جامعه حكوميه وبتبقى اقل بشويه من الجامعات الخاصه في المصاريف. طيب احنا عارفين الجامعات الخاصه، بس هي ليه جامعه حكوميه وبالمواصفات دي؟ ايه الفرق ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الاهليه؟ لو من ناحيه الاداره فالاثنين تحت اشراف المجلس الاعلى للجامعه، ودي معلومه ملهاش اهميه اطلاقا بالنسبه لك او بالنسبه لي او بالنسبه لاي حد. اما بالنسبه لتنسيق الجامعات الاهليه فهو التنسيق بتاعها بيبقى اقل شويه من الجامعات الحكوميه، ما انت دافع بقى، وعدد الطلاب فيها بيبقوا اقل على عكس الجامعات الحكوميه اللي بتقبل عدد كبير من الطلاب. وبالتاكيد زي ما قلت لك ان الجامعه الاهليه بتبقى زي الجامعات الخاصه بس مصاريفها اقل شويه، صغيرين كده من الجامعات الخاصه، فاكيد الجامعات الخاصه مصاريفها اغلى بكتير من الجامعات الحكوميه. وكمان برضو لو انت مغترب وهتسافر للجامعات دي فالسكن بتاعها بيكون حاجه كده فندقيه مميزه فاخره من الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش دي. بس طبعا مصاريفها كله يعني ايه، بيديك قيمه مقابل سعر، فهتدفع هتاخد. فالسكن بيتراوح من 3000 ل 6000 جنيه. اما عن المناهج بقى فالمناهج فيها بتبقى متطوره، وكمان طريقه التدريس بتبقى احسن بكتير من الجامعات الحكوميه، فبتستاهل الفلوس اللي انت بتدفعها فيها. طيب ما هي كده شبه الجامعات الخاصه بالظبط، هي شبه الجامعات الخاصه فعلا. انت شاطر، تفهم وعندك سرعه بديهه، مصاريفها اقل شويه بحاجات بسيطه زي ما قلت في الاول. وكمان الجامعات الخاصه بتبقى ملك لشخص معين وهدفها هدف ربحي. طيب ايه هي الجامعات الاهليه اللي موجوده في مصر؟ موجود في مصر حوالي 10 جامعات اهليه، فالجامعات الاهليه هتلاقيها طالعه دلوقتي قدامك على الشاشه، هتظهر هنا او هنا او هنا أو في اي حته هنا يعني. بيس. عرفت الجامعات الاهليه؟ تعال اقول لك ازاي بقى بتخش الجامعه. اما بقى عشان تدخل الجامعه فالجامعات الاهليه ليها موقع خاص بيها بتاع تنسيق، ليها موقع تنسيق خاص بيها، بتخش على الموقع ده بعيدا بقى عن بقيه الجامعات الحكوميه اللي هو بس بشياكه. والتنسيق بقى في الجامعات الاهليه بيبقى مختلف شويه عن التنسيق في الجامعات الحكوميه العاديه. يعني مثلا عندك في الجامعات الحكوميه العاديه تقريبا على ما اتذكر، يعني عشان انا عديت المرحله دي الحمد لله، الجامعات بعد ما تخلص ثانويه عامه وتبدا بقى تخش جامعات حكوميه فهيبقى عندك تقريبا حوالي 75 رغبه تختار ما بينهم يعني. وشوف يعني مميزات وال 75 بقى دول تقعد تنقي فيهم وتحطهم زي ما انت عايز، باشا برنس. اما الجامعات الاهليه بيبقى عندك هم بس ثلاث رغبات بتضيفهم تحت بعض في الجامعه اللي انت هتقدم فيها. لا ويت، هم 3 بس. يعني مثلا لو انت رحت تقدم مثلا في جامعه الملك سلمان فانت دخلت حطيت اول رغبه طب، ما جاتلكش. التانية حطها اسنان، ما جاتلكش. التالتة صيدله، ما جاتلكش. يبقى انت تستاهل ما تدخلش خلاص. انت عايز ايه اكتر من كده؟ ما هو مش كله بالفلوس. خد فلوسك يا عم، مش عايزينها. بعد كده بقى هيبقى فيه اختبارات، والاختبارات دي فكه يعني شويه فكه كده، ب 500 جنيه بتعمل الاختبارات، 500 يعني مش حوار. وبعد كده هيجي لك ايميل بالاماكن اللي انت تقدر تروح تعمل فيها الاختبارات بتاعتك، وبتعرف بقى نتيجه التنسيق بتاعك مع نتيجه المرحله الثالثه. فانت ما تشغلش بالك انت، واجز يابا وروح صيف وسيبها على الله. طب يا عم صيفنا وشربنا ميه 250 جنيه دي، وبعدين بقى انا دلوقتي اتقبلت في الجامعه، ايه اللي هيحصل بقى؟ اول كلمه بيقولوها لك ادفع 25% من المبلغ على السكه وعلى الدغري عشان نكمل يابا، عشان نعرف انت فاهم كده فلوس. بعد ما تدفع طبعا هيبقى غصب عنك ساعتها هتروح تعمل بقى كشف طبي، وهم طبعا هيحددوا لك الاماكن او المستشفيات اللي انت تروح تعمل فيها كشف طبي. وبعد كده هيعملوا لك اختبار تحديد مستوى للغه الانجليزيه. وما تقلقش، انت لو غني فعلا مش هتتكلم عربي اصلا. حاسس اني حاقد على الاغنياء قوي في الفيديو ده، مش عارف ليه. لا ما حصلش. بعد كده بقى بيخطفوا عيل من اخواتك وبيدوك مهله 14 يوم تروح تسدد باقي الفلوس بتاعتك، ترجع تاخد اخوك بالريسيت. وبالنسبه للاسعار بقى فالاسعار دي بتختلف من سنه للتانيه. فلو يعني عزمت وتوكلت وهتدخل خلاص الكليه يا غني، فاسال بقى على الجامعه او تواصل مع الجامعه
واعرف المصاريف بتاعتها كام، او عن طريق بقى السوشيال ميديا بتاعت الجامعه او الكليه، اكيد هينزلوا حاجه زي دي رسميا او هيحطوا حاجات للتواصل فتقدر تتواصل معاهم. بص بقى، لو انت من الناس اللي معاها يعني فلوس تقدر تخش الكليه، فاعتقد ده استثمار كويس قوي ليك او في ابنك. لو انت بتسمعني يا حاج، استثمار كويس عشان ده بيبقى تعليم نضيف شويه، من زي اللي بيسافروا بره ويدرسوا عادي خالص، متوازيه يعني، والتعليم مدفوع فيه فلوس، فبالتالي هتاخد قيمه مقابل سعر. من الاخر هي قيمه مقابل سعر. اما بقى لو انت من الناس الكليه المحببه ليهم وقفت على 1% ونفسه يخش الكليه ومش معاه فعلا حق السنين اللي هيدفعها دي، فاعتقد بلاش، لان انت ممكن تستثمر في نفسك انت في اي حاجه تانية تتعلمها بره، مش هتقف على الكليه دي. وصدقني انت متعرفش الخير فين، لان لو هتستلف عشان تخش الكليه اللي انت عايزها ايا كانت بقى هي ايه، فاعتقد ملهاش لازمه. ولعل الخير في اللي ربنا يختاره، انت متعرفش الخير هيجيلك منين، وكل اللي عليك بس ساعتها انك ترضى وربنا هيرضيك وبس كده. توكل على الله يلا وروح شوف مصلحتك. انا محمد عبده، ودي كانت كل حاجه عن الجامعات الاهليه، ولو احتجت اي حاجه تانية فاسالني في الكومنتات وانا هرد عليك، ولو في حاجه مهمه هسيبها لك تحت في الديسكريبشن تحت الفيديو بالظبط. وبس، سلام.